بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما تامين أكملين على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من حلقات نفحات رمضانية. إذا تتمة للحلقات المتعلقة بغزوة بدر، كنا قد وقفنا أيها الأحباب عند ذلك الصحابي الحباب بن المنذر، وكيف أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رجل، يعني صحابي جليل ليس من كبار الصحابة، رجل على كل حال. فاستمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصحه، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم برأيه، ويعني احتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتفى به الصحابة أيما احتفاء، لأنه كان سببا في يعني من الأسباب التي ساهمت في انتصار المسلمين على كفار قريش، ولم يعني يتأدى من أحد نهائيا. والآن عياذا بالله قد تجد الرجل مسؤولا، وتجد معه موظفا كذلك في نفس الإدارة، وليس رجلا من عامة الناس، بل موظفا معه ورئيسه يؤذيه، ورئيسه يكيد له ويمكر له، يمكر به ويحقد عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأين نحن أيها الأحباب الكرام من هذا الجيل الرباني، هذا الجيل الذي تخرج من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جيل الصحابة وجيل التابعين. نسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. أيها الإخوة الأخوات، لما التقى الجمعان ووقف كفار قريش في يعني المقابلة وفي مواجهة جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وجها لوجه، فأيها الإخوة والأخوات، تفاجأ يعني لما رأى كفار قريش التنظيم الدقيق لجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لهذا الجيش يعني تنظيم كأنه جيش نظامي، وهي دولة ناشئة بدأت تؤسس في مؤسساتها، يعني خاف ورعب هؤلاء الكفار. ف يعني معروف يعني أن لما يعني بدأ الجيشان في الهجوم وتشابك الجيشان والتحم الجيشان، يعني بعد المبارزة طبعا، وبعد يعني كانت النتيجة نتيجة يعني عظيمة جدا، ألا وهي انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، وقتل أساطين القريش، أي أساطين الكفر، يعني سادة الكفر الذين حرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين أرادوا يعني اجتثاث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصله والقضاء عليه وسحقه تماما. لقد نصر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، وقتل من كفار قريش وسادتها الذين حضروا هذه الغزوة 70 رجلا منهم، وهم على رأسهم أبو جهل وعتبة وشيبة وغيرهم من الأساطين، مما شكل يعني ضربة قوية لأهل الكفر والشرك بمكة. فقد فقدوا عظماءهم وفقدوا سادتهم، فأصبحت قريش بدون رأس، يعني وكان على كل حال أبو سفيان هذا الذي نجا بالقافلة، يعني كان وهو الذي قتل ابنه في هذه الغزوة، وقتل أقرباؤه في هذه الغزوة، يعني ظل يعني يلقي اللوم على عظماء قريش الذين هلكوا هناك، وأصبح أبو سفيان من عظماء مكة
ومن سادتها، لأنه كان يلقي باللائمة عليهم، إذ لو استمعوا إليه لما وقعت هذه المعركة. وبالمناسبة هذا أنا أقول المرة الثانية، هذا عقل التجار، يعني التاجر هكذا، التاجر المتفتح المنفتح، التاجر الذكي، التاجر الفطن، يعني هكذا يفكر. يعني لا بد أن يحسب حسابه ماذا يجني هو من هذه المعركة، ماذا سيحقق من هذه المعركة. فقد ظهر لأبي سفيان أنه لا طائل من ورائها، وربما قد يعني تخسر قريش في هذه المعركة وتذهب سمعتها. وهكذا يعني أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من كفار قريش، فيهم عمه العباس هذه من العجائب، عمه العباس رضي الله عنه وأرضاه، وغيره من يعني الكفار قريش آنذاك. وكان قد يعني جنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبادلة الأسرى يعني مالا يعني كثيرا جدا. وهذا هو مضمون قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يكون لهم أسرى حتى يدخنوا في الأرض، يعني حتى يدخنوا في القتل، حتى تكون لهم يعني حتى يعني ينتشر بين الناس، ينتشر بين القبائل وبين يعني الوجهاء وبين العظماء وبين الدول والإمبراطوريات المحيطة بدولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن المسلمين قوة ضاربة، أن للمسلمين جيش عظيم، حتى يعني يرعوا هؤلاء ويخافوا ويحسبون ألف حساب قبل التهجم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحباب الكرام، في ختام هذه الغزوة أريد أن أذكر لطيفة يعني لا بد من ذكرها. فقد روي عن أحد الصحابة رضي الله عنهم، أنتم تعرفون أن كما قلنا الجيش النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اصطف صفوفا، يعني الصف وراء صف وفق التنظيم العسكري الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته القائد الأعلى وأعوانه ومعاونوه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك يعني هكذا ربما سهما في يده، فكان يعني يدفع به يعني هكذا يقول للجندي أن انتظموا في الصف واحترموا الصف. فكان أحد الصحابة رضوان الله عليهم، يعني كاين شي صحابة سبحان الله العظيم يعني حكماء والله، يعني يلتقطون الإشارة في حينها ويفوزون بالتمرة يعني إبان نضجها رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا سواد، هذا الصحابي الجليل سواد بن غزية. سواد بن غزية كان ضمن الجيش، يعني ضمن الجيش، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني والناس متأهبون يعني للهجوم، يعني بعد لحظات سيبدأ الهجوم وسيبدأ الالتحام يبدأ الطعن والقتل بين الكفار وبين المسلمين، يعني بين الجيشين، جيش الشرك وجيش رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الغريب في الأمر أيها الأحباب الكرام أن هذا الرجل يعني كان قد هكذا دفعه، طعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنه هكذا، يعني قال له ارجع، يعني دفعة خفيفة إلى الخلف. فقال له: يا رسول الله، يعني لقد ضربتني، يعني أريد القواد، يعني أريد اقذيني من نفسك، يعني خصني ندير منك القصاص. قالوا: وماذا فعلت لك يا أخي؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني أناس عظماء حقا. فما كان على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن كشف على بطنه وأخذ يعني غزية، يعني عفوا سواد بن غزية هذا الصحابي الجليل، كب على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سواد، ما الذي حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله إنك ترى يعني أننا يعني أمام موقف يعني كما ترى، وربما قد يكون آخر عهدي بك، فأردت أن يكون آخر عهدي بك يا رسول الله أن يمس جلدك. فرضي الله تعالى عن هؤلاء الصحابة الكرام، هؤلاء الصحابة الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، والذين يعني أفنوا وضحوا بصدق يعني بكل شيء من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل هذا الدين. نسأل الله تعالى أيها الإخوة والأخوات
أن يوفقنا لما فيه يعني خير الدنيا والآخرة. في الحقيقة هذا موقف ديال الصحابي الجليل سواد، يعني لم يعاقبه أحد. يعني تصور معايا كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له ضربتيني خاصني انا نضربك، والغرض ديالو هو خصو يبوس ليه كرشو، قبل ليه البطن ديالو لأنه يحبه. لو أنه حدث هذا مع قائد آخر في هذا الزمان لا فعل به ما لا يمكن أن يخطر على بال، والعياذ بالله. أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعلنا ممن سمعوا وطبقوا وأطاعوا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.